بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. وحشتوني خالص من الفيديو اللي فات، بس اعذروني أنا مش بنزل كل يوم عشان النت عندي مش حلو. الراوتر اللي أنا جبته دوت أبو عبده جابه، بدل الراوتر الخط الأرضي مفيش مكان هنا، مفيش بوكسات يعني بمعنى أصح، ملناش مكان. فروحنا جبنا راوتر. بسم الله ما شاء الله، الخدمة بتاعته زي أقول إيه، مش عارفة أقول لكم إيه بصراحة. الشبكة بتاعته زي النيلة. الفيديو إن أنا نحمله مثلا ما يتحطش إلا 10 دقايق، ياخد 24 ساعة. إذا كانت مثلا بنت تسمع محاضرة عليه، المحاضرة ما تتخطاش الساعتين، ياخد 72 ساعة. فاعذرونا معلش ان احنا بنتاخر عليكم في الروتينات بتاعتنا، بس يعني ماشيين معاكم وخلاص. ويعني حاجه تأدي الغرض احسن من مفيش خالص. وعايزه اقول لكم ان انا معلش ان كان في ناس بتستاء من الصوت، بس انا حابه ان انا اطلع بصوتي معاكم، عشان خاطر انا ما يعني انا مش بعرف اعبر كويس. يعني في حد نصحني قال لي ايه، ان انا ممكن اخد الفيديو واحط عليه الصوت بتاعي انا اتكلم معاكم، انا مش بعرف. فبالتالي ان انا الفيديو اغلبيته بيبقى ساكت وممكن يخلص من غير ما اعرف. فمش عارفه بصراحه. مش عايزه تسلم على الناس يا بابا؟ حابب اقول لكم يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال. طبعا هنبدا الروتين دوت. انا اول حاجه هعملها ان انا ابتدي انظف السقف طبعا، ماشي، من الحاجات اللي هي فيه. هو عشان عالي فهو النهارده هيساعدني، لان السقف عالي، فانا مش هعرف ان انا اطول. حتى لو وقفت على الكنبه مش هعرف. لكن انا طبعا هطول عشان الحمد لله يعني زي ما انت شايف. بس لما نشوف، بس هتطولها برضك ولا مش ماشي هتطولها ان برضك؟ شاء الله باذن الله هطول. اهم اما حاجه نشوف. اهم حاجه ما تنسوناش في اللايك وفي الاعجاب، ايوه، ويا ريت والكومنت تتفرج على الجميل. الفيديو للاخر. وما تنسوناش يعني تفعلوا زر الجرس. ان شاء الله نتمنى عشان يوصلهم كل جديد. بالظبط كده زي ما كانت مع بعض. هنبدا مع بعض ان شاء الله دلوقتي. اول حاجه هنعملها نبدا نشوف الحاجه هو اللي في السقف. هيزعف لي وهنفض الكنبه هنا، وبعد كده نكنس السجاده كنسه حلوه ونشيلها، وبعد كده هنجر الكلام دوت. بس انا طبعا مش هنفرشها تاني غير لما هنغسلهم ان شاء الله مع بعضينا في وهنوريكم في الغسل الفيديو. برضه، يعني مش هنسيب، هنوريكم السجاده وهي بتتغسل ان شاء الله، بس مش النهارده طبعا. ان شاء الله باذن الله.
كده طبعا عشان انا ايه طيب طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين ابو عبده ايه بقدر الامكان، بس خلي بالك اوعى تقف على الايد عشان خاطر ملحلقه بدل ما تاخدك وتجع. معلش الواحد يعني انا متاسفه من الصوت، انا عارفه ان في ناس يعني ما بتحبش تسمع الاصوات ديت، بس بالله عليكم شاهدوا الفيديو للاخر، معلش عشان خاطر نعدي الساعات بسرعه. زي ما انتم عارفين ان انا لسه مبتدئه، تمام، وعايزين نعمل ساعات. الحته اللي فوق ايوه دي برضه، ايوه اللي فوق هنا، ايوه هنا بالظبط. ايوه انا ممكن اجيب لك الستاندات بتاعت الكنبه جوه. لا تقف عليها. لا ده صح. لا ده بص، ده لما نجر الكنبه ديت ماشي. نعمل الشباك لما نجر الكنبه. ايه يا منى؟ طبعا ده ابو عبده هو عشان خاطر في وش اللمبه اها. انا عايزه اجيب لكم ايه الحته اللي هو بيعملها. هو ده حاليا دلوقتي ايه بيقف على الكرسي عشان فضل يقول انا هطول بس طولت برضه. ماشي، مش الواحد اللي مش بطول خلي بالك. شايفين بيعمل عشان يطول. بس برضه طولت برضه. خلي بالكم يا جماعه، ده ابو عبده ده الحب كله. عشان تبقوا عارفين بس. 25 سنه. طبعا الباب احنا هنعمله ايه دلوقتي. انا مجهزه بتاع دوت ميه فيها كلور وشويه اريال وسبونشه كده عشان ايه نعمل بيها الباب. استنى بقى يا ابو عبده. لا ما تعمليش انت. طبعا ابو عبده عشان فاتحين الكاميرا فقال ما يليش انت، هو بيعمل هو. نلم السجاده ومش هنغسلها، ده زجزوج. محشور معانا في كل حاجه كده حبايبي. ايه يعني عملناها لحين الغسيل. طبعا هنعمل روتين للغسيل برضه. طبعا ما بيقدرش تميل عشان ظهرها. لا وهو برضك عشان بيقول الكاميرا مفتوحه. ايوه اهم حاجه الكاميرا ما ينفعش تميل قدام اي حد. طبعا الكاميرا مش شغاله. طبعا كده نعديها نطلعها بره ماشي. ان شاء الله لما نيجي نغسلها هنعمل روتين عليها وتبقوا معانا حبايبنا، مش بلحظه بلحظه، مش هتسيبونا. طبعا دلوقتي كده بقى ايه هنخش على موضوع نظافه الباب. تمام. طبعا احنا كده ايه بغسل الباب طبعا زي ما انتم شايفين كده. كده طبعا ده اسمه غسيل الباب عشان الباب بتاعك ايه نضيف. طبعا زي ما انتم شايفين كده ايه ده اتفرج بعد كده على الباب هيبقى شكله ايه بعد ما يتغسل. كل التراب اللي هيبقى علينا مش هيبقى موجود اصلا. هات يا ابو عبد فرطه من عندك.
انا كده طبعا بنشف فيه دلوقتي مكان ما انا غسلت. يا عبد ربنا يديك الصحة. كده ايه؟ ما كنتش عارفة انضف انا بصراحة. زي ما انتم شايفين كده ايه؟ ده الباب. بعد هنضيف ده اللي ما بيطلعش ده صح؟ ما بيطلعش خالص. لا أول لما أطلع برضه اوريكم حاجه طبعا بقى. ده الباب قبل ما ينضف. المنظر ده قبل النظافه، المنظر ده بعد ما نضف. بس يا رب من بعد ما ينشف ما يرجعش تاني لا مش هيرجع تاني طبعا. احب اقول لكم على فكره، في رجاله بتنظف احسن من 100 واحده ست لما اذكر على الطريق للستات يعني. يعني تقصد ايه يعني؟ ده بقى احنا دخلنا على الدفه التانيه بتاع البيت، برضه زي القصه بتاعت الدفه الاولانيه يعني. محتاجين كوبايتين شاي يا بعض. نروح نعمل الشاي تعالى زي ما كنا خلص البيت. لا مش هعمل، انا عبال ما امسح انت تعملي لي الشاي. شفتوا بقى؟ ده الاستغلال ده على فكره يا اخوانا والله. انا همسح وانت اعمل الشاي ماشي؟ استغلال. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا هو يعني ايه، اخلص الفيديو الفوقاني انشف على طول. ممكن تنشف على طول عشان خاطر ايه؟ الصابون ما يضربش معاك في الباب برضه على فكره يعني. كده دي الجزئيه كده اهي اللي هي من فوق. دي الجزئيه من فوق. تعمل بالحته الناشفه بلاش الطريه. دي الجزئيه ايوه من انا فوق. بقى اقول لك هعمل ازاي. طبعا الجزئيه التانيه اللي من تحت اهي. كده عايزه تعدل عليا بس يلا معاك يعني انا سهل. بعد ما انا اللي جايه لك تعمل كده. تعالى هنا كده امسك الباب كده عشان الصوت ده تختار. هات انا اعمل هنا الحته دي. طبعا هذا بيقول لي هذا عامل لنا عشان خاطر تعرفوا ان هي عملت الباب يعني. بس طبعا مش لا 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 والله. مش هعمل لا مش هنكر والله. يعني مش بتنكر يعني. هم حبايبنا عارفين ان انت بتتعاون معايا في الحاجات اللي انا ما بقدرش اعملها انت بتعملها. عايزين دعمكم الحلو لينا يا حبايبنا، ما تنسوناش الكومنت الجميل بتاعكم. عايزه المشاهدات بتاعتنا تبقى كويسه عشان خاطر نعد الساعات. بالله عليكم ما تنسوناش عشان خاطر الراجل الجدع ده اللي مش بيسيبني في حاجه. الميه دي انا حاطه فيها مسحوق وحاطه فيها كلور يعني عشان خاطر ايه يعني التراب اللي فيه ده لازم كده يطلع. الحمد لله بيجي نوعا ما احسن من الاول يعني. انا غلطت فيه بصراحه بس العرض قال لي مالكيش دعوه بيه انا هعمله ايه. تسلم ايدك يا عبده. تسلم وتعيش يا ست اللي كده طبعا ايه الباب اهو زي الفل. طبعا ده الباب اهو. الطرفيه والطرفيه بعد ما يتغسل ونضف. وطبعا عملت ضرفه كان شكلها هيجي قبل ما نعمل وشكلها هيجي بعد ما اتعمل.
يا رب ننول اعجابكم بس. ان شاء الله. طبعا كده معاك بقى دلوقتي هتعمل ايه؟ هي هتمسح. تستاهل مليون بص على الراس. وانا بقى هطلع دلوقتي اشرب الشاي. لا وانا اعمل لي معاك. ماشي هعمل لك شاي زي بعض. انا احب اوصل رساله مهمه جدا، يا ريت كل راجل يتعامل مع الست بتاعته. والله مش عيب، والله مش عيب. انت بتتعامل في بيتك، مش بتتعامل في مكان بره. في ناس بتاخدها تقيله. ايه يا عم اللي بيعمل الراجل ده في البيت؟ امال الست لازمتها ايه؟ هي الست لازمتها انها تنظف وتغسل وتكنس وتمسح وتعمل اكل وتشوف طلبات العيال بس. وانت لازمتك ايه؟ انك انت تيجي من الشغل من بره مثلا تجيب طلبات البيت، كتر خير، بس لازم نتعاون مع بعض. ايه انت تشيل عنها شويه وهي تشيل عنك شويه، تبقى العمليه ايه؟ ماشي. وطبعا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيساعد زوجته في كل حاجه، ودي سنه على فكره. بس يا ريت انا يعني رساله مني ليكم، يا ريت كل راجل يتعاون مع الست بتاعته في البيت. في ايه؟ في حاجات معينه، يعني ما يقولش مثلا انك تغسل مثلا مواعين ولا تغسل هدوم. لا لا، على فكره انا ممكن يعني انا ان شاء الله في الفيديو الجاي باجي بغسل السجاد. انا بقول لكم على فكره الفيديو الجاي انزل لكم غسيل السجاد. وعلى فكره مش اي حد يغسل السجاد، ولا اي واحد ولا اي واحده. ربنا يديك الصحه ويخليك ليا. طبعا هي يعني الست في البيت ايه؟ يعني كتر خيرها ان هي شايله البيت. زي ما بيقول الراجل عمود البيت، الست عصب البيت. ان البيت من غير ست ملوش اي ثلاثه لازمه، زي المخبز من غير عيش. انت كمان دي برضه زي يعني دي. احنا من غيرك والله ما نسواش حاجه. احنا الاثنين كده يعني لازم نكمل بعضينا. ده احنا عشره 25 سنه. هي الوقت هتبدا معاكم المسيح، وانا هسيبكم بس اخش اعمل الشاي. وعشان خاطر يعني عايز تشرب شاي زي بعض بامر الله، بغسيل بيه واعمل شاي مش مشكله. شويه بريل يعني. تمام. وايه معانا هنحط ايه شويه كلور عشان الزرعه تبقى ايه حلوه. تعالي من هنا عشان طبعا يا حبايبي انا ببقى حابه ان انا مثلا اكتم الصوت بتاع التخبيط وصوت المكنسه وكده، بس انا المشكله ان انا ما بلاقيش كلام اقوله غير وانا ببقى معاكم. يعني ببقى معاكم ببقى بحكي في كل حاجه، غير لما يعني ايه ببقى غافله الصوت وببقى حابه ان انا اتكلم بس ما بلاقيش كلام اقوله. مش عارفه ليه كده. عايزه ايه يعني؟ ايه يا بابا عملت؟ صور. ايوه عملت. على فكره انا رجعت تاني بعد ما حطيت الشعر بالجاز عشان ما تبقاش وحديها يعني ما ينفعش. يا رب دايما معايا يا رب. بس فحطيت الشعر بالجاز وانا ما استغناش عنك ابدا. ولا انا طبعا. حطيت الشعر بالجاز وظبطت الدنيا ان شاء الله نخلص. اي نعم بتتخانق فيا بس ما استغناش عنك. بس اللي خليني بس عادي يعني اللي هو الاوبشن اللي بيحصل بس اديكوا شايفين يا حبايبي ان هو يعني مش بيخليني اعمل حاجه لوحدي بصراحه. يعني مش بيقول مثلا انا جاي من بره تعبان، مش زي في رجاله كده يقول لك انت ما عملتيش ده ليه، انت مش عارفه ايه. هو بصراحه هو من زمان كده معايا. لا انا قلت للرجاله اللي تحب تساعد ستاتها في البيت مش عيب ولا حاجه يعني. عشان الناس ما تزعلش مني يعني انت براحتك تساعد ما تساعدش بحريه شخصيه. لكن انا عن نفسي انا اساعد في البيت زي ما هي بتساعدنا كده في المعيشه وفي الحياه لازم نساعد بعضينا. مش كلنا انت كده. برضه تعبان بره. زي بعض ربنا قدرنا على التعب الحمد لله. وان شاء الله بالناس ده هنوصل باذن الله يعني. يا رب يا رب. نفسنا بس ان ربنا يرحمنا من الايجار. نفسنا ان الشهر ورا الشهر ومش مرتاحين في مكان، كل واحد صاحب مكان يجي يغلى علينا، ويا اما كان كده يا اما هنطلع يسيب مكان. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟
عايزينه كل اللي بنتمناه. وايه طبعا ان كنتوا تشاهدوا لنا الفيديو، ان انتوا تحطوا لنا الكومنت الجميل، تشوفوا لنا الاعلانات، لان ديت مش بتاعتي انا دلوقتي. تمام، انا لسه ما كملتش الساعات بتاعتي، فبرجوكم ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر عشان يعمل لي سعيد، عشان خاطر الراجل ابو عبده الجميل ده اللي ما بيسيبنيش في حاجه. عايزه اقول لكم ان انا طيب اسيبكم اخلص وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين الاوضه بعد ما عملناها، والسقف بعد ما نضف، والبيت طبعا بعد ما اتغسل. تمام. الانتريه طبعا، الروتينه طبعا ام عبده كتر خيرها تعبت فيها عقبال الارضيه طبعا هنا، الارضيه زي ما انتم شايفين. طبعا الاخ بندر اللي نايم هناك دوت، تعالى طبعا ده احنا سايبينه نايم كده يعني. ماشي. طبعا حبايبي يا رب يكون روتين خفيف عليكم وما يكونش تجال. عايزين كده نبقى تشاهدنا الفيديو للاخر لبعض، انا مستنيك لما تخلص معاهم الكلام عشان انا اقول له بقى ايه. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الروتين الجاي ان شاء الله. الفيديو هتبقى الجاي ان شاء مفاجأة الله هيبقى احسن من دوت ان برضه شاء الله. كده. طبعا دول كده ده هيطفشوا مش بيهزروا مع بعض. ده زعل ومشي. تخيل بقى ان الصغير ده بيضرب الكبير. لا بيهزر معايا. حبيبي ونشوفكم على خير ان شاء الله. انا وابو عبده العسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.